سيناريو حصل أنه استدعيت للجنة دي داخل سجن كوبر، وفعلا طلبوا مني أنه أدي بأقوال، وأنا نعم رفضت أدي بأقوال لسببين. الأول أنه أنا ما بدي بأقوال قبل ما أستغي بالمحامي بتاعي. طبعا حاولوا يقنعوني أنه ده ما من حقي. نعم. وما من حقك تقابل المحامي في المرحله دي، وده ما مرحله المحامي، والمحامي يجي في مرحله لاحقه. انا اصريت انه لو ما قابلت المحامي ما حتكلم. يبقى يعني كلام الدار ده هو الحاجه الثانيه انه والله انا معترض على اللجنه اللي شكلها النائب العام اللي هو فاتح البلاغ. نعم. في نفس الوقت وحترفع اجراءات. الحال يقول اللجنه مستغله، انا مقتنع ان اللجنه شكلها النائب العام وحترفع تقرير النائب العام وهي تحت امره النائب العام. فأنا ما أديت بأي أقوال. ما أديت بأقوال، وهو يعني نفس الكلام الحاجة الدار يعني. نعم. بعده. نعم. سيد العقيد. طيب، تاريخ 24/11 اللي هو صفحة 72، تاريخ 24/11/2016 صفحة 72. نعم. نعم واصل. بحضور كل اعضاء اللجنه وبحضور المتهم عمر حسن احمد البشير، قال انا قدمت طعن عبر المحامين بتاعي في انه النائب العام ده غير محامي للمحكمه الدستوريه. صفحه 72 ما في الكلام ده ولا هو؟ نعم صفحه 72. نعم. دي اعاده الاستجواب ولا دي اقوال جديده ولا ايش يعني؟ دي ما هو اصلا كان الاستجواب الاول، بعد ذاك كان اعاده الاستجواب، بس الصفحات ما كان في حاجه ثانيه اتكتبت. نعم. بقت في نفس الصفحه بتاعت 72. نعم. في نفس التاريخ؟ في نفس التاريخ لو سمحت؟ لا 24. ده التاريخ 24/11. التاريخ الاول 21. 21. نعم. هاي هاي ما قال، ما سيدي انا بسمع على لسان. المرحله الاولى لم يكن اقوال. المرحله الثانيه عاد استجواب مرتين. عيد استجوابه مرتين. يا استاذ عبد الباسط عليك لو سمحت خليه يقول كلامه، لانه نحن الان الكلام اللي بنقوله ده ما قالوا لحد الان هو ذاته. في عاده الاستجواب ماذا قال؟ اقرا لنا. ماشي. نعم هو حيقراها اصلا حيقراها، ما حيجيب من راسه كيف يعني. نعم. هاي قلت عيد استجابه صفحه 72. نعم. قال شنو؟ يوم 21 بعد المقابله في السجن. لا يوم 21 دي جاوزناه يا سيد العقيد. 21 دي جاوزناه، لا المحامي ده قال ما تشغل بالك بهم خالص، ده شغله مع المحكمه. بس هو ليش يوم 24 قال انا قدمت طعن عبر المحامين بتاعي في انه النائب العام ده غير محايد للمحكمه الدستوريه. الاستاذ عبد القادر البدوي عضو اللجنه قال له اولا مقدم البلاغه والمبلغ في الدعوه هو حاتم الوسيله الرئيس الجمهوري. لا ما كرر لا ما كرر الحوارات ده، ورينا الخلاصه بتاعت الكلام اللي قاله هو شنو؟ اللي قالوا على لسانه فقط، نحن دارين الكلام اللي قالوا على قال انا ما تفضل يا استاذ عبد الباسط. نعم. 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 نحن الان مشكورين النيابه تحكوا لنا الحاجات اللي كانت داخل لجنه التحقيق. نعم. وهي بالنسبه لنا مفيده جدا عشان توري الاتجاه الماشي فيه اللجنه بتاع التحقيق، وبالتالي قرايتها مهمه عشان المحكمه تقول دي ما اقوال ولكنها حوار دار بين اللجنه لانه نحن حنستلم هذه الاقوال في امراء بتاعتنا في ما نحن ما قلنا لك كده انت وجه الاعتراض على الناس يعني. يقرا لك الاجراءات كل الاجراءات تمام معه ويقرا لك ما في مشكله. نعم واصل يا سيد العقيد.
واصل. طيب اقرا له الاستاذ عبد القادر قاشم؟ اقرا له كل الحوارات، هي اصلا لو كانت بس كريدت بالنسبه له اقراه. طيب الاستاذ عبد القادر البدوي عضو اللجنه قال له اولا مقدم البلاغ هو المبلغ في الدعوه حاتم الوسيله الريح الزنهوري، وان النائب العام بحكم وظيفته ممثل للاتهام والمجتمع، ويتساوى في وظيفه مع اي محامي في الحق الخاص، والنائب العام يفوض صلاحياته لاي شخص في الحق العام وفقا للماده 20 من قانون الاجراءات. نعم. من حق النائب العام ان يفوض صلاحياته، ونحن مفوضين وفقا للقانون، والنائب العام ليس خصم. انت طلبت تقعد مع محاميك ونحن سمحنا لك، ودي العداله. قال لي وانا ما حادي باغوالي، لحين انتظار نتيجه الطعن الدستوري حسب اتفاقي مع المحامين بتاعي. نعم. وضعت علينا اغواله ووقع عليها. دي الحاجه تمت المره الثانيه. نعم. واصل. واصل. طيب بتاريخ 20 نوفمبر 2019 تم القبض على المتهم علي الحاج محمد آدم. لا الاغوال اللي انت كانت. نعم. طيب تفضل. انت قبل مش قلت ثلاثه واحد 172 و 100 مش عارف كم 126 126 مش قلت صفحه 126 في اجراء؟ نعم. اي نعم. كده شوف صفحه 126 في اجراء عملتوا معه؟ في إشارة لصفحة 126 قبل. طيب تاريخ 10/12/2019 نعم. وبحضور اعضاء اللجنه. ثبت تاريخ كم؟ بتاريخ 10/12 10/12. نعم. نعم. صفحة 126. صفحة 126 من اليومية. بحضور اعضاء اللجنه وحضور المتهم. ثاني برضه اخذوا بياناته ثاني. نعم نفس البيانات. نعم نفس البيانات. نعم. قال انا قابلت المحامي بتاعيني، وبالنسبه للحاجه الثانيه انا مقدم طعن للمحكمه الدستوريه وطعن للنائب العام باعتباره مقدم العريضه في البلاغ، وانا بعتبر النائب العام خصم. تم عرض مقطع بتاع فيديو يجمع المتهم في حوار تلفزيوني برفقة الصحفي أحمد البلال الطيب يحكي فيه عن قصة الانقلاب. رفض المتهم التعليق وطلب إرجاع التحقيق والتحري لحين صدور قرار المحكمة الدستورية. فرض عليها ووقع عليها. نعم. ده اللي جرى تم. التحري يصر على استخدام كلمة أقوال. أقوال عادة استجوابه المتهم قال هناك قضية أساسية هي أن عرض عليه في أثناء بعد ما قال إنه واحد يقول أصرت النيابة في أن تواصل التحقيق وعرضت عليه فيه. هذا الأمر يا مولانا إذا جاءت الأقوال يخلينا نحن في موقف انه هناك سلوك داخل المحكمه لازم التحري والتحقيق يغيب عننا. الامر هذا يا مولانا لازم تدون المحكمه الموقعه
المفترض ان هذه ليست اقوال، المتهم اصر على اقواله وانه لا يمكن اي اقوال وانه عنده ضعف، وبعد ذلك عرض عليه فيديو بالرغم من انه نحن يا استاذ حنخليه يجاوب كالاتي انه والله الاقوال المنسوبه لديه هل اقوال ولا لا، والاجراء التم الذكر المتحرر انه هل تم بالصوره دي ولا لا؟ نعم شكرا. ايوه. بالنسبه للاقوال الاخيره دي والاجراء التم فيها هل تمت بالصوره دي ولا في زياده ولا نقصان؟ اوكي انتهى بعد خلص. شكرا. بسم الله والحمد لله. الكلام اللي قاله الاخ العقيد هو ده اللي حصل، وانا طبعا اصريت على موقفي. انا عندي طعن دستوري في المحكمه الدستوريه وطعن امام النائب العام نفسه. ايوه وقال اعرض عليك فيديو وقلت ما بعلق عليه. ما بعلق عليه. شكرا تفضل. نعم. واصل طوال يعني. نعم. طيب الطلب موضوعي نرفع جلسة يعني نقول ربع ساعة 10 دقائق بسيطة. طيب يا أستاذ دارد ما داير يطلع ولا نعم؟ تفضل أستاذ بدون مايك. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا مولاي القاضي. احنا سبق في رئاسة المحكمة السابقة انه غالب المتهمين اعمارهم كبيرة وبيعانوا من امراض، انه اي جلسة ساعتين يعني من الساعة 10 لغاية الساعة 12. ده الكلام تم الاتفاق. انا اظن انه هذا الاتفاق يجب ان يسري الان. اخذنا اكثر من ساعتين، ممكن ناخذ في الجلسة الجاية يعني يستمر في الاسبوع. انا اقترح. لو سمحت سعادتك أنا أنضم لهذا الطلب، وهذا بعد موافقة المحكمة وإذنها، ويمكن أيضا أن نشاور الإخوة في هيئة الاتهام. نحن نود أن تسير هذه المحاكمة ونكون مراعين فيها الظروف المحيطة بالمتهمين والدفاع والاتهام وحتى هيئة المحكمة. لذلك أنا بلتمس من المحكمة الموقرة أنها تحدد ساعة تبدأ فيها الإجراءات وتنتهي حتى نستطيع أن يعني نكون مدبرين أمورنا على هذا الأساس. شكرا جزيلا. أستاذ فليزر لا تعقب على شنو استاذ؟ ما في حد قد ما يتعقب على ذاته. نعم مولانا اول حاجه ما في اتفاق بالنسبه لتحديد زمن. نعم يعني ما في كلام زي ده. انا بعرف الزميل لا هو قال الاتي قال بالنسبه للمتهمين يعني هم كلهم قال من كبار السن وزي في شكوى مبطنه بانه والله الجلسات الطويله ممكن تكون تاثر على من الناحيه الصحيه، وهم بيلتمسوا انه الجلسه تكون شفتها ساعتين حتى سواء كان في اتفاق او ما في اتفاق. اعتبروا طلب جديد من الاتهام. انتوا رايكم شنو انه يعني هل الناس اللي بيستطيعوا انه يستمروا 3 4 5 ساعات ولا ممكن ياخذوا ساعتين بالنسبه لهم فوائد نفس ولا شنو؟ انتوا كاتهام رايكم شنو؟ او رايكم لسير اجراءاتكم كيف يعني؟ المساله يا مولانا بيحكي بالظرف الطبي. نعم يعني اذا في ظرف طبي، في مستند طبي، تقرير طبي تقدم لاحد المتهمين بظروف محدده، نحن ما عندنا مانع يا مولانا. طيب خلاص يا ساده يا كرام، نحن على حسب الطلب المقدم في البدايه نرفع الجلسه مدة ربع ساعه، بعد ذاك نحن بنيجي ممكن نوصل لنا نص ساعه ونحدد لكم شفت انه كيفيه سير الاجراءات. مولانا نعم سبق أن نصيب 2 من المتهمين الذين أمثلهم بالكورونا وجبنا شهادات أمام هذه المحكمة. كذلك في عدد آخر 3 منهم أصيبوا. معظم المتهمين أعمار أكثر من 80 سنة. وسبق أنه اتفقنا مع مولانا قاضي المحكمة السابق بأنه يراعى عند استمرار الجلسات ظروف الصحية والعمرية، ليس الصحية فقط والعمرية للسادة المتهمين، عشان المسألة فيها مع كبر السن في أشياء كثيرة بتحصل، ونرجو أنه مسألة إنسانية وسبق أنه طلبناها ووافق عليها مولانا. ناخذ رأي الأعضاء ونديكم فننضم للطلب ده.
بعد إذنك يا مولانا. موكل المتهم 13 وموكل الأستاذ كمال عمر متهم 4 الآن موجودين في مستشفى يستبشرون ويحضرون إلى هذه الجلسات برفقة طبيبهم الخاص من أجل تفادي أي مفاجآت يمكن أن تحدث. كما أن كثير منا يعني مصابون بأمراض مزمنة. أنا واحد من الناس مصاب بمرض السكري والدعم الأنسولين، وحتى هذه اللحظة لا أتناول الإفطار. فلذلك بنفتكر إنه الحكاية ما محتاجة لطلبات وأخذ ورد، هي محتاجة لتقدير من المحكمة لطبيعة الأعمار، والقاضي المحكمة ورئيسه هو ذاته ليس بعيد منا من حيث العمر يعني. يقدر الحكاية دي. مولانا لو سمحت مولانا، الناس دي ما قاعدين في حدائق ولا في بيوتهم، في السجن، وعلى الرغم من ذلك نحن أحرص الناس إنه يطلعوا من السجن. لكن يا مولانا إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. المريض يمكن أن يرفع الجلسة من بدايته ما تستمر، رغم إنه مريض والمرض سلطان. ولذلك الطلب بتاعنا ما هو هروب من المحاكمة. الليلة بدأ المتحرك ولن ينتهي المتحرك. إذا المحكمة رأت نعم يا أستاذ تدي بريك كده، نحن ما دارين أي شعور للناس أن يعتقدوا إنه نحن متهربين من هذه المحكمة ولا لا نريد. ناس أكثر الناس حاجة لأن يطلعوا من السجن، وبالتالي نحن ما ممكن نكون دارينهم نطول الإقامة حقتهم ونعمل. نحن بنتكلم عن شيء إنساني، شخص بلغ فوق 70 وبعضهم وصل 78 87. انت داير يقعدوا ونحن ذاتنا نقصنا في الخلق يا مولانا. ما ممكن. استاذ الباسط فكرتك وصلت. نحن بنقول الآتي يا جماعة لو سمحت يا أستاذ، بنقول الآتي. نحن بالنسبة للمحكمة إنه قاعدة عامة أي متهم بريء إلى أن تثبت إدانته. من حق أي متهم إنه يحاكم بمحاكمة عاجلة ناجزة وعادلة في نفس الوقت. الظروف الصحية المحكمة أحرص على صحة المتهمين، حريصة جدا زي ما أنتم حريصين عليهم. نحن المسألة مقدرة إنه واحد من المتهمين قام وقال إنه هو قال بيعاني، ونحن عشان ما نجيب شغلة كثير. لو أنتم شايفين إنه والله يا أخي ساعتين بالنسبة لكم كفاية، المحكمة عندها مانع، لكن بتحاول تحدد أكثر من جلسة في الأسبوع عشان كل مرة ساعتين تقوم تسمع. لأنه نحن عندنا المرحلة الأولى أصلا المعني بها المتهمين هي المرحلة في معاهم للإجابة عليها. نحن بعد ذاك لو أي زوج عنده ظرف صحي المحكمة عندها سلطة تقديرية في إنها تقوم تعفيه من الجلسة، إنه تخلي المحامي بتاعه إنه يواصل البراءة. ودي معلومة بالنسبة لكم ما في مشكلة. نحن ممكن نحدد ساعتين في اليوم، لكن حنحدد أكثر من جلسة في الأسبوع. نعم خلاص. إذا نحن نرفع الجلسة ربع ساعة، نجي ناخذ ساعة ونرفع لكم جلسة ثانية. نرفع الجلسة. نعم.